قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكري هذه من اللذات، يعني مو بتمسك سبحة تقول أبى أموت أبى أموت أبى أموت أبى أموت، لا شيء أغنية دي ربي يوفقها يا محمد. اتفضل. أنا دعوت لبنات المسلمين بالأزواج وادعو لك أنت أيضا بزوجة ثانية إن شاء الله. لا 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 بكفاية واحدة. ليش يا أخي الشرع حلل لك 4؟ لا يا طويل العمر بكفاية واحدة بس الله يعيننا عليه. طيب بارك الله فيك. يا شيخ سعد. الله يحييك، أهلا وسهلا. أحبكم في الله، الله يحفظكم. أحبك الله وأسعدك. تفضل يا جعفر. شيخ أنا عندي 3 أسئلة. تفضل. ترى أبيك تقول للشيخ عبد الله أحبك لأنك يا غار شوي. الله يسلمه، وبعد نحبه في الله كذلك. بس كأنك مطلعها من غير نفس. ماشي ما أنت لا أنت متحمس. أبو نعيم هذا فاضل كبير من شيوخ البخاري الكبار، طرق الباب عليه طارق ففتح الباب. لا قبل ما يفتح قال من؟ قال الطارق أنا رجل من ذرية آدم. قال أهلا وسهلا، ما ظننت أنه بقي من ذرية أحد. كذا سمع ابن الفضل بن دكان قال ما اسمه؟ قال مسدد بن مسرهد بن عرندل بن صرندل بن مغربل بن مسلمل. قال هذه رقية العقرب، إذا قريت على الإنسان هم ملدوغ بالعقرب. يا أخي خلهم يذكرون الفجر اللي كنا فيه أول. يا أخي ترى كنا قبل 30 سنة ما نلقى 50 سنة ما نلقى صابون تغسل به. كنا ورا الغنم اللي انت خابر أنا وأبوك وجدك، وش نسوي ذلك الحين؟ كنا طول عمرك القمل داب فينا. صحيح الله تعالى غنانا، ما كنا نعرف الشامبو ولا نعرف الصابون ولا نعرف شيء، نكد ونشتغل ونتعب ومروحين. الله تعالى من علينا الآن يا أخي. فإذا رأينا هؤلاء خلنا نتذكر ما نحن فيه من النعمة ونرحمهم. كانوا يجيبون ناس من دول إفريقيا ويجيبونهم من مكة والمدينة ويعلمونهم إيش؟ الدين والعقيدة، ثم يرجع لديرته يصبح إيش؟ يصبح عالم. حشش أنت محشش أنت راسك ذا، يصبح عالم. تخيل يجون يدرسون يرجع. هذا من اللي يقول ماله يستاهل جائزة. تعال الله ينبع بعلمك. تعال. أحد المضيفين كان ينظر إلي ويقترب ويبتعد، يبدو أنه عرفني وأنا ما عرفته، فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. يا هلا مرحبا، أي خدمة حبيبي؟ قال أنا عندي اكتئاب وعندي ضيق الصدر وعندي ذا، أبغاك تقرأ علي رقية. قلت يا مرحبا ومسهلا، تفضل. آخر الليل وأظني قلت له لحظة بس خليني أتوضأ، ورحت وتوضأت وجلس هو، أنا على مقعدي وهو جلس، وضع ركبتي على الأرض وفتح صدره ووضعت يدي على رأسه وبدأت أنفث عليه وأقرأ. شوية قام يجهش بالبكاء، يبكي. وطبعا يكون في الإنسان زفرات فلما انتهى تفاجأت إذ مضيفة تأتي وتفتح صدره. قالت الله يجزاك، الله يجزاك يا شيخ، الله تقرأ عليه. المشكلة انك لاحظ يعني في هجيع ليل ما في درجة الأفق إلا أنا وحدي، ودخلت المضيفة وحدها، الرجل ذاك راح أثرها ترمقه وتشوف القراءة والبكاء وتهيج عندها الأحزان، فجاءت مباشرة تبي تفتح يعني درعها حتى أقرأ. قلت لا معليش يا بنتي. قالت الله يخليك أنا لابد هذه فرصة. هذا من من الطرائف. نقول من الأمور العجيبة أن قديما قبل الدولة السعودية في أيام حكم الإشراف كان أحد السدنة يلبس ما يعرف بالحجاز ستيرية يعني وفيها جيب ومعه مفتاح الكعبة. عاد مفتاح الكعبة فيه طول، يعني نفرض هذا المفتاح طويل جدا، فهو وضعه هكذا، فنصف المفتاح في الجيب ونصفه ظاهر، والناس تعرف ان هذا من بني شيبة وتعرف ان هذا مفتاح البيت. فأخذ يدعو، فجاء أحد الحجاج قال تدعو ايش تبغى؟ مفتاح الكعبة في جيبك. يعني ماذا تطلب من الله؟ يعني دع الدعاء لنا. طبعا هذا فهم بسيط، كل واحد فقير. زعلان جدا من مراته برغم انها ما قصدت الا خير، راجل فلاح يعني. فالحمار بتاعه مات، دخل زعلان، مالك يا ابو فلان؟ الله الحمار مات. قالت له وماله يا اخوي؟ ده انت دخلتك علينا ب100 حمار.
ده كفايه دخلتك عليه. لا 100 حمار يا وليه؟ يعني مش حمار واحد. بعد ما صليت فيهم جاني واحد في الخمسينات من العمر، جاني وقال لي شلون الفلاني؟ قلت ايه. قال عرفتك من صوتك. قلت عرفتني من صوتي؟ شوي الا ينادي خويه يا فلان في المطار، يا فلان. جاء خويه قال له خالد الراشد. قال لي خالد الراشد. قال له فرق الجماعات. قلت اعوذ بالله. قلت اعوذ بالله. ليش يفرق الجماعات؟ قلت احنا نجمع الجماعات ما نفرقها الله يبارك فيك. قال لا قلت الشريط.